كيفاش جزيرة صغيرة فلست؟ في 2022 عباد في سريلانكا كانوا يستناو بال 12 ساعة باش يعبيو ليسانس، الضوء يقص ساعات والدواء ما عادش موجود ورئيس البلاد هرب. أما تعرفوا شنو الحاجة الصادمة؟ سريلانكا ما كانتش دولة فقيرة، أما كانت جزيرة سياحية يدخلوا لها ملايين متاع التوريست في كل عام. أما من داخل البلاد كانت تغرق في برشا ديون، يعني فجأة ما عادش فما فلوس داخلة، والحكومة حاولت تغطي على الأزمة هذه ونقصت في الضرائب، يعني الفلوس اللي داخلة للدولة ولات أقل. من بعد عملوا غلطة كارثية، منعوا تقريبا الأسمدة الكيميائية دفعة واحدة، والنتيجة الإنتاج الفلاحي طاح، حتى الأرز ولاو يوردوا فيه من برا. وفي نفس الوقت الدولار طلع برشا، كل بلاد تبدا مديونة بالدولار، أي زيادة تكسر الاقتصاد. البنزين أزمة والخبز أزمة والدواء أزمة، يعني التضخم وصل فوق 70%، والشهرية متاع العباد ما عادش تكفي. أما الحاجة اللي الناس ما تفهمها اللي إفلاس الدولة ماهوش مجرد أرقام، معناها بلاش إسانس العباد تولي ما عادش تمشي تخدم، والطلبة تولي ما عادش تمشي تقرأ، وتولي الناس تخدم طول النهار وبالكاد تخلط. السيناريو هذا ريناه صار في لبنان وبرشا دول أخرى، واليوم نراو اللي برشا دول قريبة ياسر من السيناريو هذا. والعبرة من هذا الكل اللي بلاد كاملة نجم تكون لاباس بل انهيار بشوي.